اسمي شيخ أحمد البيوم من تل ورد الغربي. والله أمي كانت تعمل تنانير وأنا تعلمت منها. أشوفها يعني شلون تسوي. هي يعني هسه ما تقدر تسوي هي، بس هسه يعني ما تقدر تعبانة. قمت أنا تعلمت منها، قمت أسوي تنانير. أول سنة أشتغل، هي مو قاعدين لحالنا أشتغل بيه، بس أمي من قديم كانت تسوي بس للبيت. هسه عينا لا تسوي تبيع، جوارنا يشتروا منها تسوي تبيع. 50,000. أولي كان أرخص بس هسه 50. احنا أول سنة يعني نشتغل بيهن هنا. قاعدين نشتغل بيه. أولي كان عندنا بالبيت نحل، أمي تسوي لهم. مثلا ما يكون بيه خشب عندنا هي تسوي لهم. وهسه بيه قال لها واحد عليهن، قامت سوتهن. قامت سوتهن. قاعد يجي نحل هنا كثير، كلها تربي نحل وتحب النحل، يعني تحب تشتغل بيه. وخاصة هي بالبساتين يسوونه ويطلبون هالكوارات هذول. مو هن لازم يعني صغار، واحد بده يتعب عليهن لازم يطلعوا المستوى واحد. بدهن تعب مثل التنور. أول مرة نسويهن يعني نستمر بيهن، كل ما حدا يطلب يعني نسويهن. نسوي نرميهن حدا يشوفن يجي ياخذهن، على أساس إنه على قياس سويناهن تجربة كتجربة، يعني ماشي حالهن، بس بدهن تظبيط النوب. يعني المرة الأخرى نظبطهن أكثر. والله نشتغل بالفلاحات. هسه ما بي سنة كمون غليل. زراعة قطن يعني مو هذيك الزراعة. ما بي. وأنا وأمي قاعدين لحالنا، هذا اللي يساعدنا يعني مصروف شخصي. مو يقول الحاجة أم الاختراع، إجباري بدنا نعيش. يعني قاعدين وهم بالبيت، يعني نقدر ايمت ما قمنا نشتغل بيه. الصنعة تساعدني، ليش اتركها؟ اظل اشتغل بيها، ليش؟ بدي اظل يعني ما دام اني انه تنطلب هالشيء هذا ينطلب، نظل نسوي منه، نظل نشتغل بيه. ايه يعني هسه اشتغل التنور هذا، بس اكيد افرح يوم اني اشوفه عند حدا ويخبز عليه ويطالع خبز، اقول يعني انه شغل حلو، وانه 3-4 نسوان يجتمعن ويحجن مع بعضهن وانه واقفات على التنور يخبزن، اكيد هذا الشيء حلو. جريتنا هذه جريبه ما نقدر نوصلها. ليش؟ ما كان بيها يعني اولي خط نار ما نقدر نروح عليها. هسه على البيوت تهدمت، لا كهرب لا مي. والله قاعدين ببيوتنا والله مكيفين، قاعدين ببيوتنا ومكيفين. اذا حبينا نطلع على الشغل نطلع، ما حبينا ما نطلع. نزرع قواعينا هسه ما نقدر نوصلها، ما نقدر نزرع شيء، ما نقدر يعني مو بكيفنا. طالبنا انه بس يروحون عنا ونرتاح، يرجع الامن. بس انه مثلا تنامين ما تخافين، ما تقولين يجوز الصبح انا هنا، يجوز الصبح ما اصبح، يجوز حدا من العيله يروح، يعني بس انه الامن. بس ما اريد غير الامن. هم اعدائنا هذول، احنا ما عندنا اعداء غيرهم، هم هذول المرتزقه الاتراك، احنا ما لنا اعداء. يعني انت شفتي اولي وين ما نروح وين ما نجي ما حدا يسالنا لا كردي ولا عربي. خلاص اريد اروح على هالمكان يروح ويرجع بامن والسلام مرتاح. بس هسه لا، هسه انا ما بي لا راحه ولا بي كل شيء. ما طالبنا انه نكون شعب واحد ويكون عندنا امن بس، ونكون شعب واحد ما بتفرق بين اي حدا، لا سني ولا علوي ولا، يكونوا كلهم يعني قلوبهم وحده، الكل قلبه على الوطن. يعني ما نريد انه مثلا واحد يخرب واحد يقتل الاخر، لا. هيك تصير يعني تصير الحرب من قلبنا احنا، نصير احنا الفوضى واحنا اللي نخرب الوطن، مو البرة يعني استعينا ان شاء الله انه خلص منهم يبعدون. بس اذا صارت بقلب الوطن ما تقدرين، ما تعرفين من هو اللي يخرب من هو ما يخرب، ما تعرفين. أنا أطالب كل النساء الآشوريات الكرديات العربيات، يعني كل الفصائل أنه يكونون إيد وحدة، وأنه يشتغلون أكثر، وأنه يكون الوطن يعمر أكثر، وأنه نكون كلنا إيد وحدة. بس هذا اللي أطالب به. يعني أنه إذا صار عندنا السلام أكيد راح يكون للمرأة أكبر دور بهالوطن. يعني أريد بس نرجع مثل أولي بس هستعينا يعني مثل ما قلنا قبل شوية، إيش نعمر أنفسنا ولا نعمر البيوت المهدمة والوطن الراح؟ شنو؟
بدنا نعمر، بدنا نسوي، بدنا نرجع مثل أولي. يا ريت بي مشاريع صغيرة إنه تدعم المرأة هنا القروية. مثلا مكان بعيد ما تقدر تروح، خياطة، مشاقل، يعني إنه شيء تقدر تعيش منه وما تكون بحاجة إنه يعني تكون هي قد حالها، تكون هي تبني حالها، تكون هي تمد ايدها على جيبها، يعني إنه تشتغل، هي تشتغل، هي اللي تسوي كل شيء. إنه بس مشروع إنه يدعمها. هنا يعني عندنا هنا بالغرة إذا مو شغل ساعة قطن أو كمون ما بي، بدنا نظل كل شتوية قاعدين لما يصير هالشغل، أو نشتغل أو ما نشتغل. يعني يا ريت إنه يكون بي مشاريع صغيرة، إنه مثلا هالبنات يعني مثلا بي مطلقات، بي كبار بالعمر، إنه ما حدا يساعدهم، هم يساعدون حالهم. يعني أتمنى إنه المؤسسات أو كل شيء يدعم المرأة إنه يلبونا هالشيء هذا، إنه يكون عندنا شغل نقدر نصل، عندنا مشاغل بس للبنات، بنات تدعم النساء.